من ساعة ما ادوات الذكاء الاصطناعي ظهرت والناس قعدت تتخانق على مين اذكى، بس انا مش فارقه معايا مين اذكى واحد، انا فارقه معايا مين اكتر واحد كسول، عشان ساعات بكتب الذكاء الاصطناعي سؤال وبلاقيه رد عليا اجابه كسوله جدا بصراحه. وعشان كده في الفيديو ده هقارن بين اشهر نماذج ذكاء اصطناعي هما ديب سيك، شات جي بي تي، جيميناي، واكتر واحد متحمس له كلود، واتحداهم يعملوا موقع بيشكل ويندوز 12، وفي الاخر هنقيم التصميم والويندوز شغال ولا لا، وهل ده فعلا ينفع يكون ويندوز 12 ولا لا. واهم شرط هو انه ما يتعداش التلاتة برومتس او التلات محاولات. طيب نبتدي بجيميناي، وهو مبدئيا كده شكله حلو جدا، يعني الوول بيبر مظبوطه، التاسك بار مظبوطه، بس اول حاجه هو ليه عامل دول بالاسود؟ ما هو يعني كده مش لاقيين خالص، وبرضه الوقت معمول بالاسود فمش واضح، والايكون بتاعت ويندوز يعني لا. طيب تعالوا ندوس عليها، والانيميشن حلو بصراحه، بس هو مش حاطط الا 4 تطبيقات، وكمان برضه شكلهم لا. تعالوا نجرب نفتح ميل، تعالوا نجرب نفتح ميل، ماشي مفيش ميل. تعالوا نجرب نفتح مايكروسوفت ايدج، ماشي. تعالوا نجرب نفتح سيتنجز، والسيتنجز فاضية خالص. ممكن نغير الاكسنت كلر، هتلاقوا ده اتغير لونه. انا هخليه على البامبي بصراحة حلو، وكمان ممكن نغير الترانسبيرنسي بقى، دي حاجة حلوة مش ويندوز الاصلي. تعال نجرب نكبره، وهو كبر بس يعني ما شكله هو كبير وحش بصراحة. ممكن نصغره، ممكن نعمله مينيمايز ويفضل شغال ونقفل عادي. تعال نجرب نفتح الفايل اكسبلورر، والفايل اكسبلورر فاضي للاسف. بس اكتر حاجه مضايقاني انه مستعمل اسود على حاجات المفروض ما يكونش فيها اسود يعني، وللاسف هو استهلك معانا 3 برومتس، يعني هو كده خلاص اتعدى الليميت، فمش عارف اقول له حاجه ثانيه. بس كمجرد نظام تشغيل بروتوتايب يعني ما عداش ال 300 سطر، هو كويس. وتقييمي النهائي لجيميناي هو التصميم 6 من 10، هو حلو جدا، بس حته انه استعمل اللون الاسود دي مضايقاني خالص. النظام شغال ولا منظر 3 من 10، هو ما فيهوش الا سيتنجز هبله كده والفايل اكسبلورر فاضي وباقي التطبيقات مش شغاله اصلا. ينفع يكون ويندوز ولا لا؟ 2 من 10. هي فكره التصميم بتاعته حلوه، بس غير كده ما ينفعش خالص. وللاسف جيميناي استعمل معانا 3 برومتس وما اداناش نتيجه حلوه، عشان كده تقييمه النهائي هو 4 من 10. طيب لو انت ما كانش عاجبك جيميناي يبقى انت اكيد هيعجبك بعد ما تشوف اللي شات جي بي تي عمله، عشان يعني هو كده عنده عمى الوان. هو اول حاجه ايه ده؟ بص ايه دي؟ ده ستارت منيو، ايه ده؟ وبعدين ليه شكل ويندوز معاق قوي كده؟ في حد ضربه تقريبا يعني، ما ايه ده؟ ويعني بقى الحاجات شكلها يعني هو مش مفرق بين الابيض والاسود تقريبا، بس على الاقل ممكن تحركه. هجرب اعمل حاجه كده. ومفيش زد اندكسنج، انك يعني لو دوست على الشاشه هي تبقى الاكتف هما فوق بعض. وكبر ما ينفعش، تصغر ما تقفل ينفع، انك تعمل مينيمايز ما ينفعش. وتعال نشوف السيتنجز، ممكن تغير لون الاكسنت كلر بس. شكلها وحش كمان. شات جي بي تي راحت عليه خالص المره دي بصراحه. وتقييم شات جي بي تي التصميم -4 من 10. النظام شغال ولا منظر؟ يا ريته حتى كان منظر عشان نقول عليه شغال. ينفع يكون ويندوز 12؟ بصوا، هي لو مايكروسوفت عملت نظام زي كده هيعملوا على بيل جيتس ثوره 25 يناير. وللاسف شات جي بي تي استعمل معانا 3 برومتس وما اداناش نتيجه حلوه، عشان كده تقييمه النهائي هو 0 من 10. والامتحان ده مش تقييم نهائي لشات جي بي تي، بس هو عمل معانا وحش في الاختبار ده بالذات. انا شخصيا بستعمل شات جي بي تي عادي يعني. ولحد دلوقتي جيميناي هو اللي كسبان ب4 من 10 بحالهم، فالامل في ديب سيك وكلود ان هم يغلبوا جيميناي. واكتب لنا تحت في الكومنتس، هل انت تتوقع ان واحد من الاتنين دول يقدر يغلب جيميناي؟ طيب تعالوا نشوف كلود. واول حاجه هو عامل لك لوك سكرين شكلها جامد كده، تعال ندوس عليها. واول حاجه الوول بيبر بتتحرك، وهو شكله فعلا ويندوز 12 يعني، حاجه جامده جدا. والتاسك بار قريبه من شكل ويندوز من شكل ماك او اس اللي التانيين بيحاولوا يعملوه، معرفش ليه. ولو دوسنا على الزرار ده هيلاقي لك ستارت منيو متكامله، ممكن تبقى احسن بتاعت ويندوز حاليا دلوقتي اصلا. واحسن حاجه ان 3/4 الابلكيشنز دي شغاله، يعني تعال نجرب نفتح نوت باد، شغال. تعال نجرب نفتح السيتنجز، وفي زد اندكسنج كمان، يعني لو دوست هنا وهنا هتلاقي ده الاكتف. طبعا الماكسمايز شغال عادي، والمينيمايز شغال. تعال نجرب نفتح مايكروسوفت ايدج، يعني اقنعني ان مايكروسوفت الايدج اصلي شكله احسن من ده. والسيرش شغال. تعال نجرب نكتب فايل اكسبلورر، شغال. وعندك برضو الاكشن سنتر دي جامده جدا، فيها نوتيفيكيشنز. ممكن طبعا بالاضاءه مش شغاله بس مش فارقه. والدارك مود مش شغال، طبعا الواي فاي مش فارقه. الدارك مود مش شغال، ده العيب. بس هو عامل لك تقريبا كل حاجه في التطبيق شغاله، يعني هو عامل لك كل حاجه في ويندوز 12 شغاله، يعني هو عامل لك التطبيقات فعلا. والمفاجاه ان الفايل اكسبلورر لحد ما شغال، يعني ممكن تحاول ما بين التابز وكده. هنجرب نروح هنا، بس هو معقول يعني. وكمان حركه انه يحط لك الوقت في نص الوول بيبر دي حركه جامده بصراحه، ما اظنش انها في ويندوز الاصلي. وخلينا افاجئك اقول لك انه عمله من اول محاوله، انا ما كتبتلوش ولا حاجه، دي اول محاوله. يعني لو كنت اديته 3 محاولات زي التانيين كان زمانه عمل احسن من كده كمان. وتقييم كلود هو التصميم 8 من 10. كنت هديه 10 من 10، بس حسيت ان شكله قالب على موقع اكتر ما هو قالب على نظام تشغيل. النظام شغال ولا منظر 9 من 10. تقريبا كده مفيش تطبيق فتحته الا وكان شغال. عيبه الوحيد كان ان الدارك مود مش شغال. ينفع يكون ويندوز 12 8 من 10. هو الشكل جامد، بس لو حسن الانيميشنز شويه كان هيبقى احسن بكتير.
وكلود استعمل معانا محاولة واحدة بس، وكمان كتب حوالي 3000 سطر على عكس شات جي بي تي وجيميناي اللي بالعافية عدوا 300 سطر، وعشان كده تقييمه النهائي 9.5 ويستاهلها بصراحة. ودلوقتي املنا الوحيد في ديب سيك عشان يتفوق على كلود. طيب دلوقتي املنا الوحيد في ديب سيك انه يغلب كلود. واول حاجه انا ما اعرفش ليه الستارت منيو بعيد قوي كده عن السيرش، بس مش فارقه. وهو بيحاول يقلد الليكويد جلاس بتاع ابل شويه، هو فعلا بس هو شكله حلو، بس بصراحه يعني التنسيق مش حلو خالص. تعالوا نجرب ندوس على الستارت، والستارت منيو غريبه كانها تطبيق، وزرار الاكس اجمل واحد بصراحه. تعالوا نجرب نفتح شويه تطبيقات نشوف. سيتنجز، طبعا السيتنجز مش شغاله، دي مش معمل لها الاين صح. والدارك مود شغال على عكس كلود، نسيبه على الدارك مود بصراحه. تعال نشوف الاكسبلورر. واكتر حاجه عجباني بصراحه زرار الاكس ده، بس هي تحسه نظام موبايل مش كمبيوتر، يعني ليه زرار كبير قوي كده. وفي كالندر وويذر وكالكوليتر. تعال نجرب الكالكوليتر شغال ولا لا. 9 في 6 54. وطبعا البتاع اللي على اليمين دي مش شغاله، والمفاجاه ان مستعملش الا 2 برومت بس، على عكس شات جي بي تي وجيميناي اللي استعملوا 3 وادونا نتيجه يعني. واخر حاجه تعالوا نجرب السيرش شغال ولا لا. تعال ندور على الكالكوليتر ويشتغل. وتقييم الديب سيك هو التصميم 7/10. الفكرة نفسها جامدة جدا وتنفع تبقى ويندوز 12، بس هو مكبر الحاجات بزيادة. النظام شغال ولا منظر 7/10. مفيش تطبيقات بنفس عدد كلود، والبتاع اللي على اليمين تحت مش شغالة، بس باقي الحاجات شغالة تمام. ينفع يكون ويندوز 12 ولا لأ. 7/10. لو كان صغر الحاجات شوية كان بالنسبة لي هيبقى شكله أحسن من كلود. وديب سيك استعمل معانا 2 برومتس وكتب حوالي 770 سطر، فعشان كده هنديه 7.5/10. وقبل ما نشوف النتائج لازم نعرف ان الاختبار ده مش بيقيس ذكاء اي موديل من دول باي شكل من الاشكال، ولو انت عايز تعمل موقع في الغالب مش هتروح على الويب سايت بتاعتهم وتكتب على طول، فعشان كده اوعى تطبق النتائج دي على الاستعمالات التانية. والمركز الاول كلود ب9.5/10. هو اللي نجحه بجد هو انه محطش لنفسه ليميت على عدد السطور. والمركز التاني هو ديب سيك 7.5/10. هو في العادي بيديني احسن نتيجة فيهم، بس المرة دي كلود تفوق بصراحة، بس عيب الوحيد انه بطيء. والمركز التالت هو جيميناي ب4/10. وهو حاول يقلد شكل ماك او اس شوية، بس راحت عليه خالص، وكمان محطش الا تطبيقين بس. والمركز الرابع والغير متوقع هو شات جي بي تي ب0/10. ومشكلته انه عنده ثبات على الرأي مش طبيعي، يعني لما اقول له يصحح حاجة بيديني حل وبيبقى واثق ان الحل بتاعه صح، وهو وجيميناي كسلوا يكتبوا سطور كتير، عشان كده النظام مش مكتمل خالص. وبس كده، متنساش تصلي على النبي. لو عندك اي سؤال اسألني في الكومنتات ومش هرد عليك، وطبعا لو ما عجبكش الفيديو متنساش الديسلايك الجميل بتاعك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.